اهلا بيكم في فيديو جديد بعنوان الكربوهيدرات من منهج الاحياء لاولى ثانوي. الدرس الثاني اتكلمنا في الدرس الاولاني عن الاساس الكيميائي للكائنات الحيه، وفهمنا ان الكائنات الحيه فيها حاجه مهمه جدا اسمها الجزيئات البيولوجيه الكبيره، وفهمنا ان الجزيئات البيولوجيه الكبيره دي بتتكون من حاجه اسمها جزيئات صغيره اسمها المونيمر. وقلنا مونيمر يعني مونو يعني احادي، ومر يعني جزيء، يبقى احادي الجزيء. وقلنا المونيمر بتتجمع مع بعض وتكون حاجه اسمها ايه؟ اسمها البوليمر. والبوليمر معناها ايه؟ معناها عديد الجزيئات. بولي يعني عديد. تمام. هنفهم النهارده في درس الكربوهيدرات 5 محاور بالظبط. اول حاجه هنعرفها هي التعريف بتاع الكربوهيدرات. تاني حاجه هنعرفها هي التركيب الكيميائي، تركب من ايه يعني. طيب تالت حاجه هنعرفها وهي التصنيف، يعني ايه كربوهيدرات اصلا او ايه اللي فيها. تمام. طيب هنفهم كمان في التصنيف حاجه اسمها الاهميه. ايه اهميه الكربوهيدرات دي؟ طيب خامس حاجه هنفهمها وهي ازاي نكشف عن الكربوهيدرات. طيب الكربوهيدرات اول حاجه التعريف، هنتكلم عن التعريف. اتفقنا ان التعريف بتاع انواع الجزيئات البيولوجيه الكبيره كله متشابه باختلاف اخر كلمتين اللي هما هيكونوا المونيمر بتاع الجزيء البيولوجي الكبير اللي بيكون الجزيء البيولوجي الكبير. يعني على سبيل المثال الكربوهيدرات عباره عن ايه؟ عباره عن جزيئات بيولوجيه كبيره اللي هي عباره عن ايه؟ بوليمر. بتتكون من ايه؟ من جزيئات بيولوجيه صغيره اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن المونيمر. طب المونيمر بتاعها اسمه ايه؟ اسمه السكر الاحادي. يبقى المونيمر بتاع الكربوهيدرات هو ايه؟ هو السكر الاحادي. طيب ان الكربوهيدرات دي بتشمل ايه؟ بتشمل السكريات والالياف والنشويات. دلوقتي لازم نعرف التركيب الكيميائي للجزيئات البيولوجيه الكبيره اللي اسمها الكربوهيدرات. دلوقتي احنا قلنا بيولوجيه ليه؟ لانها بيتم انتاجها داخل جسم الكائن الحي. طب عضويه ليه؟ علشان فيها ذره ايه وذره ايه؟ ذره الكربون وذره الهيدروجين. طيب هنضيف معاهم بقى ذره الاكسجين. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان الكربوهيدرات فيها عباره عن 3 ذرات. اول ذره هي ذره ايه؟ ذره الكربون. وتاني ذره هي ذره ايه؟ الهيدروجين. تالت ذره هي ذره الاكسجين. يبقى دلوقتي احنا دخلنا مع الكربوهيدرات عرفنا ان هي عضويه خلاص. طب معنى عضويه يعني ان فيها ايه؟ فيها ذره الكربون وذره الهيدروجين. طيب الكربوهيدرات فيها ايه مميز؟ فيها الاكسجين، يبقى هنزود عليها كمان الاكسجين. طيب النسبه بتاعتهم بتكون كام؟ الصيغه العامه او النسبه العامه بتاعت الكربوهيدرات بتكون 1:2:1. يعني لما احط السي الاول وبعدين الاتش وبعدين الاو يبقى هتطلع النسبه 1:2:1. لما تكون السي ب1 يبقى الاتش هتبقى ب2 والاو هتبقى ب1. تمام. طيب فهمنا دلوقتي ان التركيب الكيميائي للكربوهيدرات بيتكون من CH2O الكل N. بمعنى ايه؟ بمعنى انه الان بتساوي عدد الذرات اللي داخله في التركيب الجزيئي للكربوهيدرات. هندخل على تصنيف الكربوهيدرات. هنفهم ان الكربوهيدرات بتتقسم لنوعين. اول حاجه سكريات بسيطه، وتاني حاجه سكريات معقده. طيب السكريات البسيطه بتتصنف لجزئين هي كمان. اول جزء فيها وهي السكريات الاحاديه، وتاني جزء فيها هو السكريات الثنائيه. طيب سكريات احاديه يعني ايه؟ قلنا احادي يعني ايه؟ يعني مونو، يبقى اسمها مونوساكرايد. وسكر يعني ساكرايد يبقى اسمها مونوساكرايد. طيب السكريات الثنائيه هي عباره عن ايه؟ عباره عن داي يعني ثنائي يبقى اسمها داي ساكرايد. طيب قبل ما ندخل ونعرف الامثله على كل نوع من انواع السكريات الاحاديه والثنائيه لازم نعرف الاول ان السكريات البسيطه دي بيكون ليها وزن جزيئي بسيط. يعني ايه وزن جزيئي بسيط؟ يعني عدد الذرات المشاركه في تكوين الجزيء ده بتكون قليله. تمام. طيب ده بيخليها ايه؟ بيخليها تذوب بسرعه في الميه. يعني لما احط شويه سكر في الميه بيدوبوا بسرعه، مش محتاجين وقت علشان يدوبوا. طيب تاني حاجه هنلاقي انه طعمها حلو. يعني ايه طعمها حلو؟ يعني فيها طعم جميل. طب دلوقتي عرفنا ان السكريات البسيطه بتتقسم لنوعين، سكريات احاديه وسكريات ثنائيه. السكريات الاحاديه زي ما قلنا هي عباره عن سكر احادي. يعني ايه سكر احادي؟ يعني سكر احادي مفيش زيه، هو عباره عن سكر احادي. طيب السكر الاحادي ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من عدد ذرات كربون من 3 ل 6. يعني لما اشوف 3 ذرات كربون يبقى ده سكر احادي، اشوف 4 يعني ده سكر احادي، اشوف 5 يعني ده سكر احادي، اشوف 6 يبقى ده سكر احادي. طب اكتر من 6 ما يبقاش سكر احادي، اقل من 3 ما يبقاش سكر اصلا. طب دلوقتي لازم نعرف امثله على السكريات الاحاديه. اول حاجه على راسهم كده هنلاقي ان هو الجلوكوز، وهنفهم ان الجلوكوز ده هو سكر العنب. طيب تاني حاجه
هو الجلاكتوز. الجلاكتوز ده احد مكونات سكر اللبن، مش هو المكون الرئيسي بس هو احد مكونات ايه؟ سكر اللبن. فلما يجي لك ويقول لك احد مكونات سكر اللبن او يدخل في تركيب سكر اللبن يبقى هو ايه؟ الجلاكتوز. طيب تاني حاجه او تالت حاجه وهي الفركتوز، وفركتوز جايه من الفاكهه يبقى فاكهه. طيب رابع حاجه وهو الريبوز. الريبوز ده سكر خماسي وبيدخل في تركيب الحمض النووي RNA. طيب في دايوكسي ريبوز. اوكسي يعني ايه؟ في اكسده. طيب دايوكسي يعني ايه؟ يعني حصل ان هو اتنزع منه ذره ايه؟ ذره اكسجين. طيب يبقى ده هيدخل في تركيب ايه؟ هيدخل في تركيب الDNA. طيب الريبوز العادي هيدخل في تركيب ايه؟ الRNA. تمام؟ تمام. طيب دلوقتي عرفنا الامثله على السكريات الاحاديه، هندخل بقى على السكريات الثنائيه. السكريات الثنائيه عباره عن ايه؟ سكر احادي مع سكر احادي. تمام؟ تمام. يبقى السكر الثنائي عباره عن ايه؟ سكر احادي مع سكر احادي. طب قلنا اسم السكر الثنائي عباره عن ايه؟ عباره عن داي سكرايد. داي سكرايد، داي يعني ثنائي وسكرايد يعني سكر، يبقى سكر او ثنائي السكر. تمام؟ سكر احادي مع سكر احادي هيدينا داي سكرايد اللي هو السكر الثنائي. طيب دلوقتي عندنا امثله على السكريات الثنائيه كلها بتشترك في الجلوكوز، بمعنى ان الجلوكوز بيدخل في تكوينها كلها. قلنا ان هو عباره عن سكر مع سكر. السكر الثنائي عباره عن ايه؟ سكر مع سكر. طيب هناخد دلوقتي اول حاجه وهو سكر اللاكتوز، وركزوا معايا. سكر اللاكتوز هو عباره عن ايه؟ عباره عن سكر الجلوكوز. اتفقنا خلاص ان الجلوكوز هو مشترك في كلهم. تمام؟ يعني ايه مشترك؟ يعني نكتبه بقى خلاص. هو عباره عن ايه؟ جلوكوز. طب زائد ايه؟ زائد جلاكتوز. فاكرين لما قلت لكم ان الجلاكتوز بيدخل في تركيب سكر اللبن؟ طيب يبقى دلوقتي احنا عرفنا ايه؟ عرفنا انه اللاكتوز هو سكر اللبن، اما الجلاكتوز هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن يدخل في تركيب سكر ايه؟ اللبن. طيب تاني حاجه وهنلاقي ان هي المالتوز. طيب المالتوز ده عباره عن ايه؟ عباره عن سكر الشعير. يبقى المالتوز عباره عن سكر الشعير. طيب تركيبه ايه؟ قلنا خلاص جلوكوز زائد جلوكوز، يبقى المالتوز عباره عن ايه؟ جلوكوز زائد جلوكوز. تالت حاجه هنلاقي انه في حاجه اسمها سكر السكروز، وسكروز يعني سكر مسكر، يبقى ده سكر القصب. يبقى ده سكر ايه؟ القصب. حتى اسمه سكروز، مسكر كده، تحس اسمه بيتدلع يعني سكروز. طيب سكر السكروز ده عباره عن ايه؟ عباره عن جلوكوز زائد فركتوز. تمام؟ طيب في ملحوظه مهمه جدا جدا لازم تعرفها اثناء عمليه ارتباط. احنا قلنا ان في سكر احادي هيرتبط مع سكر احادي تاني فهيتكون حاجه اسمها ايه؟ السكر الثنائي. طيب اثناء العمليه دي ما بيحصل حاجه اسمها رابطه جلايكوسيديه. طيب الرابطه الجلايكوسيديه دي بتقتصر بس على ارتباط السكر بالسكر؟ لا، ارتباط السكر باي عنصر تاني او اي جزيء كبير تاني او اي جزيء صغير تاني وليكن ليبيد مثلا او وليكن بروتين بيكون ايه؟ رابطه جلايكوسيديه. يبقى الرابطه الجلايكوسيديه دي بتتكون نتيجه ايه؟ ارتباط جزيء صغير اسمه سكر احادي مع اي جزيء صغير تاني من الانواع التانيه. يعني على سبيل المثال سكر مع سكر هيرتبط برابطه جلايكوسيديه. طيب الرابطه الجلايكوسيديه دي واثناء تكوين الرابطه الجلايكوسيديه دي بيطلع حاجه اسمها جزيء ميه. يعني الرابطه دي لما تحصل لازم يكون في جزيء ميه ايه؟ هيخرج. تمام؟ تمام. طيب دلوقتي لازم نعرف دور السكريات الأحادية داخل جسم الإنسان. يعني السكريات الأحادية مهمة في إيه؟ دلوقتي إحنا عارفين إنه السكريات عبارة عن غذاء الإنسان بيعتمد عليه في إنتاج الطاقة. طيب يبقى السكريات الأحادية هتدخل داخل الخلية في عملية التنفس، وهيحصل إن هي هتدخل داخل الميتوكوندريا، والميتوكوندريا دي هتعمل لها عملية أكسدة مع الأكسجين وهيطلع منها الطاقة. الطاقة دي هتتخزن في جزيئات عالية الطاقة بتسمى ال ATP أو الأدينوزين ترايفوسفات أو أدينوزين ثلاثي الفوسفات. ال ATP دي بقى بيتم تخزينها أو بيستخدم منها الطاقة في إتمام جميع العمليات الحيوية داخل جسم الكائن الحي. تمام؟ وبكده نكون خلصنا السكريات البسيطة اللي هي عبارة عن سكريات أحادية وسكريات ثنائية، بولي سكرايد
اللي هي عباره عن سكريات احاديه وسكريات ثنائيه، اللي هي عباره عن مونوساكرايد وداي ساكرايد، يعني سكر احادي وسكر ثنائي. تمام. طيب هندخل دلوقتي على السكريات المعقده. السكريات المعقده قلنا في الجزيئات او في السكريات البسيطه ان هي بتتكون من ايه؟ من وزن جزيئي صغير. طيب يبقى السكريات المعقده وزن جزيئي كبير، يعني عدد الذرات اللي داخله في تركيب الجزيء دون بتكون كبيره، كتير، رخمه، تقيله. فاهمين الفكره؟ فاهمينها. طيب دلوقتي يبقى ليها ايه؟ ليها وزن جزيئي كبير. طيب تاني حاجه ما بتدوبش في الميه، وان دابت بتدوب بصعوبه. تمام؟ ليه؟ لان وزنها الجزيئي كبير. طيب تالت حاجه ملهاش طعم حلو. تمام. قلنا ان السكريات المعقده دي اسمها بوليساكرايد، يعني بتتكون من مونو ساكرايد. تمام؟ عباره عن سكر احادي مع سكر احادي مع سكر احادي مع سكر احادي من هنا لبكره بقى. تمام؟ يبقى دي عباره عن ايه؟ عباره عن السكريات المعقده، سكريات كتير احاديه مع بعض بتتجمع وتكون سكر معقد، وليكن اسمه ايه بقى؟ وليكن اسمه البولي ساكرايد. طب امثله على السكريات المعقده دي، هنلاقي انه في 3 امثله. في منهم او في نوعين من السكريات المعقده. اول نوع وهو السكريات التركيبيه، والسكريات التركيبيه دي اللي بتدخل في تركيب حاجه داخل جسم الكائن الحي، ودي اشهر مثال عليها السليلوز. هنلاقي ان السليلوز هو عباره عن سكر معقد بيدخل فيه، او سكر تركيبي، يعني بيدخل في تركيب حاجه داخل جسم الكائن الحي، اللي هي ايه؟ اللي هي جدار الخليه، جدار خلايا الكائنات الحيه. طيب تاني حاجه هنلاقي انه في حاجه اسمها النشا. طيب النشا دي يعني عباره عن ايه؟ سكريات تخزينيه. يعني ايه تخزينيه؟ يعني دي اللي بتتخزن داخل جسم الكائن الحي لحين احتياجها بعد كده. طيب النشا بيتخزن فين؟ بيتخزن في النبات. طيب الصورة الثانية للتخزينية في الحيوانات هي الجلايكوجين، يعني الجلايكوجين بيتخزن فين؟ في الحيوانات، اما النشا بيتخزن فين؟ في النباتات. يبقى السكريات المعقدة بتتخزن في صورة نشا داخل أجسام أو داخل أجسام النباتات، والسكريات المعقدة بتتخزن في صورة جلايكوجين داخل مين؟ داخل الحيوانات، اللي من أمثلتهم مين؟ أي حيوان بقى، ومنهم إحنا على فكرة، يعني لما يقول لك حيوان يبقى الإنسان من ضمنهم. تمام. طيب إيه هي أهمية الكربوهيدرات بصورة عامة؟ أول حاجة اتفقنا إن الكربوهيدرات أو السكريات الأحادية بتدخل داخل الخلية. طيب بتدخل داخل الخليه في الميتوكوندريا. طيب الميتوكوندريا دي بتعمل لها ايه؟ بتعمل لها اكسده مع الاكسجين. طيب لما تعمل لها اكسده هيطلع منها ايه؟ هتطلع منها طاقه. الطاقه دي بتتخزن في صوره ايه؟ صوره ATP. طيب الاي تي بي دي عباره عن ايه؟ ادينوزين ثلاثي الفوسفات. طيب الاي تي بي دي بتستخدم في ايه؟ في اتمام جميع العمليات الحيويه داخل الخليه. طيب دلوقتي السكريات الكبيره بقى في منها قلنا تخزينيه وفي منها تركيبيه. التركيبيه يعني بتدخل في تركيب شيء داخل جسم الكائن الحي. المثال عليها السليلوز. السليلوز بيدخل في تركيب جدر الخلايا النباتيه، يعني خلايا جدار الخلايا النباتيه بيتكون من ايه؟ من السليلوز. طيب تاني حاجه ان الكربوهيدرات برضو بتدخل في تركيب الاغشيه البلازميه والبروتوبلازم. يعني ايه؟ يعني جدار الخليه، الغشاء البلازمي بتاعه اللي فيه السلكتيف بيرميابيليتي بيتكون برضه او بيتكون او فيه جزء من الكربوهيدرات. تمام. طيب تاني حاجه هنلاقي انه الكربوهيدرات مصدر غني وسريع للطاقه. ليه سريع؟ لانه بيتم هضمه بسهوله. انا كلت شويه عنب، العنب فيه ايه؟ سكر الجلوكوز. خلاص كده انا حصلت على السكر، هيدخل على طول للدم، هيدخل للخلايا، تبتدي عمليه الاكسده، يبتدي انتاج الطاقه، وهكذا. فهمتوا؟ فهمت. طيب تاني حاجه هنلاقي انه السكريات بتتخزن داخل جسم الكائن الحي في صورتين. اول حاجه لو في النبات في صوره النشا. طيب النبات هيخزنها ليه؟ عشان محتاجها في الطاقه بعد كده. انا دلوقتي عمال اصنع في عمليه الفوتوسينثيس او عمليه التمثيل البنائي او التمثيل الضوئي، عمال اصنع ايه؟ اصنع سكريات. السكريات دي هتتم تتحد مع بعض وتكون النشا ده يروح يتخزن داخل جسم النبات، لما احتاج له بعدين بقى ابتدي اطلعه. طيب قلنا الصوره التخزينيه للسكريات المعقده او الكربوهيدرات في جسم الحيوانات هو ايه؟ هو الجلايكوجين. طب تتخزن فين؟ في الكبد والعضلات. تخزن فين؟ في الكبد والعضلات. طب احنا بنخزنها ليه؟ عشان لما نحتاج لها. انا دلوقتي كلت، طب انا نايم هبقى باكل؟ اكيد لا. طب انا دلوقتي مثلا صايم، اكيد لا مش هاكل. فابتدي ان انا استخدم من الكربوهيدرات اللي متخزن. تمام. دلوقتي هندخل لخامس محور. اتفقنا ان احنا مرينا على 5 محاور، دلوقتي ناقص خامس محور وهو محور الكشف. اتفقنا ان احنا عرفنا التعريف
تاني حاجة عرفنا التركيب الكيميائي، وتالت حاجة عرفنا التصنيف، ومع التصنيف خدنا الأهمية. ناقص خامس حاجة وهي ايه؟ وهي الكشف. ازاي نكشف عن السكريات او ازاي نكشف عن الكربوهيدرات؟ اول حاجة في سكريات احادية بنكشف عليها بحاجة اسمها كاشف بندكت. طيب بندكت ده لونه في الاصل ايه؟ ازرق. طيب لما نحط عليه سكر احادي هيبقى ايه؟ هيبقى لونه برتقالي. يبقى كاشف بندكت زائد سكر احادي هيدينا ايه؟ هيدينا لون برتقالي. تمام؟ تمام. طيب عندنا دلوقتي النشا. النشا ده مثال على ايه؟ على السكريات التخزينية المعقدة او الكربوهيدرات التخزينية المعقدة. طيب الكربوهيدرات التخزينيه المعقده دي مثال عليها النشا زي ما قلنا. طيب هنكشف عن النشا ازاي؟ فاكرين زمان خدنا حاجه اسمها اليود. اليود لما نحطه على النشا، اليود عباره عن ايه؟ لونه لون برتقالي. طيب لما نحطه على النشا هيتحول للون ايه؟ للون الازرق. تمام؟ تمام. يبقى دلوقتي كشفنا عن ايه؟ عن السكريات. طيب يبقى دلوقتي عرفنا نكشف عن السكريات ازاي او عن الكربوهيدرات ازاي. اتفقنا ان السكر الاحادي بنستخدم له كاشف بندكت الازرق. طيب وبيتحول لايه مع السكريات الاحاديه؟ يتحول للون البرتقالي. طيب ودلوقتي النشا او الصوره المعقده للكربوهيدرات المعقده هي النشا، وبيتم الكشف عنها باستخدام اليود. بنحط اليود على النشا هيدينا ايه؟ هيدينا لون ازرق. تمام. يبقى دلوقتي لون اليود هو البرتقالي وبيتحول للون الازرق مع ايه؟ مع وجود النشا. طيب البندكت لونه ايه؟ لونه ازرق وبيتحول للبرتقالي مع وجود السكريات الاحاديه. وبكده نكون كشفنا عن السكريات الأحادية والسكريات المعقدة متمثلة في صورة النشا. تمام؟ تمام. طيب دلوقتي احنا خلصنا جزئية الكربوهيدرات وفهمنا يعني ايه الكربوهيدرات، عرفنا التعريف بتاعها وكمان عرفنا التركيب الكيميائي، وقلنا ان هي بتتركب من C و H و O وعبارة عن بنسبة 1:2 في السكريات الأحادية. طيب دلوقتي احنا لو خدنا مثال عن ازاي اجتماع 4 جزيئات مثلا من السكريات الأحادية، وليكن مثلا الجلوكوز. الجلوكوز عبارة عن الصيغة الكيميائية بتاعته C6H12O6. طيب لو احنا دلوقتي قلنا اجتماع 4 جزيئات من السكر الجلوكوز هيكون ايه؟ سكر معقد. تمام؟ طيب السكر المعقد ده عايزين نطلع الصيغة التركيبية بتاعته. أول حاجة لازم نفهم إنه عدد جزيئات المية اللي هتطلع من المركب ده بتساوي عدد الجزيئات المشاركة أو عدد جزيئات السكر الأحادي ناقص 1. يعني إيه ناقص 1؟ يعني أنا دلوقتي عندي 4 جزيئات من الجلوكوز، يبقى هناخد 4 ناقص 1، يبقى عندنا 3 جزيئات مية هيطلعوا من المعادلة دي. يبقى 4 جزيئات سكر أحادي اللي هو الجلوكوز هتدينا كام؟ طب 4 في 6، يبقى أنا هحلها ببساطة خالص. هقول السي بكام؟ السي ب6، والاتش بكام؟ ب12، والاو بكام؟ ب6. يبقى 4 في 6 ب24، وال12 في 4 ب48، وال4 في 6 ب24. يبقى سي 24، اتش 48، او 24. طيب هو ده المركب المفروض يطلع؟ لا، عرفنا ان احنا لازم نطلع ايه من الاربع جزيئات لما يتحدوا مع بعض هيطلع منهم ايه؟ 3 جزيئات ميه. يعني 3 جزيئات ميه يعني ايه؟ الميه عباره عن صيغتها H2O، يعني H2 و O. طيب لما نضرب ال H2O في الثلاثه يبقى 2 في 3 ب6، والO هتبقى ب3. يبقى هنشيل H 6 مرات وهنشيل الO 3 مرات. لما نشيلهم يبقى السي 24 والH 42 والO كام؟ والO 21. يبقى المنتج النهائي او الصوره التركيبيه المعقده من اجتماع 4 جزيئات احاديه من الجلوكوز هتكون ايه؟ سي 24 اتش 42 او 21. فهمتوا الفكره؟ فهمتوا اللعبه هنا؟ ان احنا لما بنطلع او لما بيتم الرابطه الجلايكوسيديه بنطلع جزيء ميه. فهمنا ولا ما فهمناش؟ فهمنا. طيب يبقى ده احنا دلوقتي لو قلنا 5 جزيئات يبقى احنا هنطلع كام جزيء ميه؟ هنطلع 4. لو قلنا 10 جزيئات يبقى احنا هنطلع كام جزيء ميه؟ هنطلع 9. فهمنا اللعبه في الحته دي؟ فهمنا اللعبه. طيب دلوقتي احنا خلصنا الكربوهيدرات، اتكلمنا عن التعريف واتكلمنا عن الصيغه او التركيب الكيميائي، وقلنا ان هي بتتكون من السي والاتش والاو، والصيغه العامه بتاعتها CHNO او CH2O الكل N،
وفهمنا ان ال N دي عباره عن عدد الذرات اللي مشاركه في التركيب الجزيئي. طيب دلوقتي هنفهم برضو كمان، او فهمنا كمان، انه في حاجه اسمها التصنيف، وفهمنا ان في سكريات بسيطه، والسكريات البسيطه دي بتتكون من سكريات احاديه، وفي سكريات ثنائيه بولي سكرايد وداي سكرايد، وكمان في حاجه اسمها السكريات المعقده. وفهمنا ان السكريات المعقده دي عباره عن اجتماع سكريات بسيطه مع بعض او سكريات احاديه مع بعض. وفهمنا كمان ازاي نكشف عن الكربوهيدرات، وعرفنا انه في كاشف اسمه كاشف بندكت. الكاشف دون بيستخدم في الكشف عن السكريات الاحاديه، بحيث ان هو بيتحول من اللون الازرق للون البرتقالي مع وجود السكريات الاحاديه. وكمان فهمنا انه في حاجه اسمها اليود، واليود بنكشف عن وجود النشا، علشان اليود بيتحول من اللون البرتقالي للون الازرق في وجود ايه؟ في وجود النشا. طيب هيبقى في فيديو تاني اكيد علشان نتكلم عن التريكات والاسئله بقى اللي ممكن تيجي في الامتحان في الجزئيه دي. ولو حد عنده اي سؤال ممكن يكتبه في التعليقات علشان ابقى ارد عليه في الفيديوهات اللي انا هعملها في خصوص الموضوع ده. تمام. دلوقتي خلصنا الحلقه وخلصنا الدرس بتاع الكربوهيدرات، واتمنى اللي عنده اي سؤال يكتبه لي في التعليقات، ويلا سلام.